خلطها في البلاطو. سعيد كناوي قصفهم بالثقيل. اسمع تحيه. انا نقول لك لي زادجوان تاعو راح يتفاجئوا بهذا القرار، ان المدرب اول مره تصير ان المدرب اجنبي يبقى واللي زادجوان تاعو اجانب يمشوا. هذه جامي صارت، اول مره راح تصير وتصير غير عندنا. انا نقول ثاني ممكن خطا واحد اخر يا اخي، خليهم وروفورسي بدي زادجوان الجيريا ماشي مشكل، ولكن ما دبنيش خطا بخطا. سعيد نقص في الستاف، قال لي ودي نحي وليو دو كات الجارديان بيتي ولي جزائري. انا سمير حوحو هذا ما فهمتش كيفاش يقاطعوك. شغل هو كلام صواب اللي راه يهضر فيه يعني سعيد كناوي. واش راه يتكلم سعيد كناوي كلام يعني بالك 45 مليون جزائري او 50 مليون جزائري كامل يتفقوا معاه، يعني راهي واضحه للعيان. علاش تقاطع فيه سمير حوحو؟ لو بريمي ادجوان جزائري، دوزيام ادجوان سيدي خليه زيد تخدم معاه، سي با اون غروس سوم. احنا ما لازمش نغلطوا، دون لا جيستيون دو ليكيب ناسيونال. سعيد من بعد اذا كان امر راه يندار يعني راح نبنيوه، وفي بعض الامور اللي لازم نمشوا فيهم وما لازمش نصرحوهم يا اخي نديروهم افيك لي زادجوان الجيريا. باش المدرب هذا لازم يدفع الثمن، ماشي غير يدير دراهم برك. الاهانات والشيء اللي صار ما تغلطنيش تقول لي الحق الاهداف نتاعو توتي بون توتي بيان، لا دار بعض الامور اللي ما لازمش يديرهم. شوف كيف سعيد كناوي قال لك احنا ما لازمش نسكتوا على واش راه صاري. قلت لكم عده مرات في الفيديو تاعي وقلت لكم يا خاوتي ما يلزمش نسكتوا على واش راه صاري، لانه هذه الامور راح يخلصها المنتخب الوطني. المنتخب الوطني ما يلزمش نلعبوا به، ما يجيش يعني مدرب من سويسرا يجي يلعب لنا بالمنتخب الوطني. المنتخب الوطني هو منتخب الشعب، هو فريق الشعب، ماهوش نتاع فلان او فلان. لازم علينا نهضروا اي حاجه. قلت لنا انه الانتقاد البناء، رانا ننتقدوا فيكم انتقاد بناء، هذه هي الامور اللي انا نشوفوا فيها. اسمع سعيد كناوي واش يقول. وهذاك الشيخ ما يعرفش الفوتبال، بصح لما يشوف العالم تاع الجزائر ويشوف النشيد الوطني يدير كما دار هذا ويعيط ويبكي ويصرخ ويقول وكذا وكذا وكذا. للاسف في بعض الاماكن الناس تخدم لمصالح غير كرة القدم ولمصالح غير وما تحترمش شعور المناصر. هنا اللي اون نو بو با سو تير، ما نقدروش نسكتوا. يفوكو الاصلاحات تكون، يفوكو نعاودوا نمشوا بطريقه ثانيه بفكر ثاني. اصلاحات في كرة القدم اليوم قبل الغد، لان هذا الفيديو اللي درته هذا هو الدليل. هذا هو الدليل. شفت كيفاش قلبه يحبس على بلاده، وكاع نديروا هكذاك، وكلنا نديروا هكذاك، وكل الشعب الجزائري يدير على المنتخب الجزائري نفس الشيء. ولكن للاسف دون لا جيستيون يا دي لاكون يفوك سا صارت، ونعاودوا نمشيو من جديد ان شاء الله ونبنيو الفريق نتاعنا. درتانا الصوره الاولى من فضلكم، تجديد عقد فلاديمير بيتكوفيتش. معظم الاجناء الناس اللي كانت في اللجنه ايدوا قرار تجديد المدرب قبل كاس العالم. ما مانيش ايش معناتها؟ لا شوف يعني اسمع واش يقول لك. اسمع، قال لك اللجنه هذو اللي اجتمعوا غير ما قال لك انه ايدوا اغلبيتهم العقد الجديد تاع فلاديمير بيتكوفيتش. او يتكلم قبل المونديال، يعني اسبوع قبل المونديال. واش داروا؟ كامل وافقوا على باش يسنيوا العقد، يعني راهم كامل مع فلاديمير بيتكوفيتش، كان عاجبهم الحال. وانا قلت لكم يا خاوتي ربي يجيب بالخير، كان على بالي باللي كاين امور يعني فلاديمير بيتكوفيتش ممكن راح يخطأ فيهم. قلت بالك ممكن لعل وعسى راح يصحح اخطائه. فينالمو يا خاوتي راكم شفتوا يعني واش صرا. اللجنه تعرف خير مني وتعرف خير منكم وتعرف يعني نظن انه تعرف خير من كامل يعني الجماهير الكرويه، لانهم هما راهم يعني في الدومين هذا تاع كره القدم. يعني راهم بالك مدربين واساتذه في كره القدم، يعني يعرفوا خير منا، هما اللي يعرفوا مصلحه المنتخب الوطني اسكو يسنيو ولا ما يسنيوش. شوف الان اسمع واش قال لك ابراهيم حنان. غلطه كيف ما تغلط قال لك معظم ما يقدروش يجوا ضد كل شيء. اسمع نو ليسونسيال انا ايتي كونسلتي اللجنه هذه قبل تجديد. ايش من كونسلتاسيون؟ لا ما فهمتنيش. الان في الاجتماع تاع اليوم راني نقول لك معظم الاعضاء اللي كانوا قال لك تجديد عقد المدرب كان قرار صائب. تنتظر عكس ذلك. تنتظر عكس ذلك ولو ما رجعوش للجنه ام يؤكدوني ثم بلا ما رجعوا لها اكدوا. لا قرار مثل هذا تنتظر غير ذلك.
يقدروا زعما يجوا اجتماع. لكن البعض لم يؤيد القرار. نورمالمون تكون لجنه مستقله ابراهيم. اكيد ماشي كامل. لا، ودي ميكرو ويتكلموا ومن بعد كذا ويجتمعوا ويخرجوا بقرارات. يعني تعتقد هذه اللي ما يخدمش مصلحه الاتحاديه؟ مستحيل. لا، يقدر يكون رايه. اللغه، اسمع، اللغه نفذوا كره القدم الجزائريه. سعيد يقدر يكون رايه ايضا. يقدر يكون رايه سعيد. هو مقتنع انه تجديد عقد المدرب قبل المونديال. كان مقتنع وسامر مقتنع شويه. وعلاش ايضا؟ وعلاش شويه؟ قلت له ماشي. لا مانيش مقتنع. لا انا كنت من الاوائل اللي قلت اون با في كوب دي مون. سمير تبرير تاع المسانده تاعهم لتجديد عقد المدرب، قال لك لانه وصل للاهداف المسطره. هذه اداريه يا ابراهيم خويا، هما صح. هذه اداريه. احنا انت سميتها لي اللجنه الفنيه فنيه ولا فنيه؟ وشنو هي لجنه؟ واش ما هيش فنيه، اداريه. تاخذوا الخطوه اللي دارتها الاتحاديه وبررت التجديد نتاعو. باسكو الحكايه كاع في التجديد، بانه هذا المدرب قلنا له جوز بريمي تور. احنا نتاع بريمي تور. نروح النقطه. احنا نتاع بريمي تور. اتفق معك. نروح النقطه مهمه جدا. هنا واش راه يقصد سعيد كناوي؟ هي انه اللجنه تحمي في القرارات تاع يعني تجديد العقد. هنا اللجنه التقنيه راهي تحمي في القرار تاع تجديد العقد لفلاديمير بيتكوفيتش. يعني هذه هي واش داروا، لانه يعني تقنيا ما تقدرش يعني تقول انه تقنيا هذا الناخب هذا يصلح للمنتخب الوطني وعنده يعني عنده تكتيك، قادر على بناء تشكيله، قادر على بناء منتخب. لانه لو كان تقول هذا الكلام يعني انك انت راك يعني تنافق، راك تمارس النفاق الا قلت انه هذا الناخب هذا يصلح للمنتخب الوطني. يعني هذه اللجنه تطرح عده تساؤلات، يعني كيفاش كاين ناس تأيد بقاء المدرب هذا؟ يعني كيفاش في القرارات هذه نقطة المدرب. اللجنة التقنية بقيادة سعدان أكدت ضرورة تعيين طاقم مساعد جزائري رفقة بيتكوفيتش. أيدت مواصلة المدرب، يعني بيتكوفيتش يواصل في المنتخب الوطني الجزائري، لكن مع تعيين طاقم مساعد جزائري 100% رفقة هذا المدرب. أنا عندي سؤال نطرحه. لو كان هذا المدرب كما تقول اللجنة وكما يقول البعض أنه نجح إداريا، وصل للهدف في كأس العالم، وصل للهدف بالتأهل لكأس العالم، وصل للهدف في ربع نهائي كأس أفريقيا، أولا علاش درنا اللجنة هذه باش تقيموا؟ وثانيا علاش نحولوا المساعدين تاعو اللي كانوا معاه في النجاحات لكم تقولوا نجاحات وديروا مساعدين آخرين؟ بالله عليكم إلى المدرب. هذا باك شغل تناقض. كيفاش يعني تقيل راك تقول باللي يعني بيتكوفيتش نجح في يعني في المباريات اللي فاتوا، يعني نجح في تدريب المنتخب الوطني. الان يعني كيفاش تقيل المدرب مساعديه؟ دوك فهمونا، ما فهمناش. اسكو المساعدين تاعو فاشلين وهو ناجح، ولا يعني كامل ناجحين؟ يعني صراحه يعني ما فهمتش انا، والله مازال ما فهمت. فلاديمير بيتكوفيتش كما تقولون انه نجح ووصل للاهداف المسطره كلها، علاش نحولوا لي زادجوان تاعو؟ لماذا رايحين نحيوا له المساعدين تاعو هو نجح ونديروا له مساعدين اخرين باش ما يزيدش ينجح؟ تفضل سامر. يا ابراهيم مش غنقول لك، كنت حابين نصفق عليك. برافو التحليل هذا. اش كنت راح نقول يعني سي انت تشي كونفانكو دي ترافاي ليش نحيلوا الطاقم؟ بس انا عطاتني فكره واحده اخرى ابراهيم. انا اكدت لي ليدي اللي كانت عندي سيكو انا حيناش بيتكوفيتش سي بارابور با باسكو خدم مليح، سي بارابور او كونترا. انا فهمت جي كومبري، وبدينا نديروا له في شغل، بدينا نحيلو في الطاقم، ومن بعد نوليو له تاع ما تروحش ريح. هذيك انا فهمت سعيد. هذه كنا تكلمنا احنا قلنا ويلا ما يحبش يريزيلي ما بقاش ما درناه، سي فو با ريزيلي نقولوا له ما تزيدش تروح. وفهمت ابراهيم نقولوا ما تزيدش تروح وريح هنا في الجزائر ونبدلوا له الطاقم. ما هذه تناقضات. لا انا فهمت باللي هنا ولا راك قلتها ابراهيم لخص كلش بعطيك ساعه. سي تي كونفانكو هو بعد ما يقبلش نحيلو الطاقم تاعو. قلت له خدمت مليح ويعطيك ساعه، كيفاش نحيلو الطاقم تاعو؟ هذه تاكدت باللي ماهيش لا ماجوريتي اللي قالت. هذه باللي تاكدت 100%. ابراهيم اسمح لي ساعه كمل هذه. كمل روح. باللي العائق الكبير وقلتها ونعاودها وزدت اكدتها ضرب هذه
كل ما جاش كونترا كي ايتي برولونجي راهو في الفيستير يروح. لو كان ملت ما راح وداروا باي. دونك هنا سي المشكل كان في العقد. بور جيري هذيك لا برولونجاسيون. ربما ايضا باش ما نساوش حنا ناخذوا كل الاحتمالات نخلوها تكون وارده. ربما ايضا هذا القرار هو امتداد لما قاله سعيد كناوي قبل حوالي اسبوع. سعيد كناوي قال لك نديروا له امور ندفعوه للاستقاله. هنا اي مدرب مشاهدينا الاعزاء يحترم نفسه ويحترم المشوار تاعو ويحترم الاسم تاعو ما يقبلش ينحولوا المساعدين تاعو. هو وصل للاهداف المسطره. يعني بيتكوفيتش الى احترم نفسه، الى احترم الميدان تاعو تاع كرة القدم والتدريب مباشرة، لما يعني نحولوا المساعدين تاعو راح مباشرة يستقيل. هذا اذا احترم المهنة تاعو اللي هي المهنة الشريفة اللي راح يقدم فيها يعني تدريب كرة القدم. إذا احترمها باينة بلي راح يقوم بالاستقالة. لكن يعني هذا يبان لي أنه ماشي حل، لأنك أنت من الأول الخطأ جاء منك أنت. يعني لما جبت فلاديمير بيتكوفيتش وشفت انه ما راهش يبني في المنتخب الوطني، يعني شكون اللي راه يقيم في مسار تاع المنتخب، في المسار تاع الناخب الوطني؟ شكون اللي كان يقيم فيه؟ باينه باللي اللجنه كانت تشوف. علاش حتى الان باش تجتمع؟ علاش حتى الان باش تجي تقول لي انه نضيقوا عليه؟ علاش يعني تسنيل ومن بعد تولي يضيق عليه؟ والله صراحه يعني واحد التناقضات. والله كان نكملوا بهذه الطريقه ما راح نبنوا لا منتخب ولا اتحاديه ولا جمهور ولا حتى حاجه، ما راح نبنوا والو بهذه الطريقه هذه تاع التخمام.